في نقطه دايما كل واحد بيدور عليها، تحسي انه لو انا بحبك في السر. طب يا حبيبتي قولي يعني. تشجيع، الكلمه الحلوه. ودي يمكن الواحد على مدى سنين عمره كان مفتقدها قوي قوي قوي. يمكن دي حاجه كانت مخليه الواحد بيجي لورا، لان انت دايما ما بيجيلك افكار ترجعي تقول اصل انا ممكن افشل، اصل انا مش هقدر، اصل في ناس، دي النقطه بقى، لا في ناس كتير شاطرين في المجال ده وانا هطلع ايه فيهم يعني ده في ناس يعني ناجحين قوي وبيعملوا كده وانا هفهم ايه اكتر منهم، فتفضلي واقفه في مكان. هي كل الحكايه في ايه؟ انا بدور على دعم. لو انا مفيش دعم حواليا كمان عندنا هنا الفيسبوك والحاجات دي مش بيبقى فيه تفاعل قد كده. وعندنا حته برضو الناس ما تفهميش، يشوفوا حد مش ناجح او هو ظاهر شويه فاللي هو تحسي ان هو سكته كده، انا بحبك في السر. طب يا حبيبتي قولي يعني. قولي طب اللي هو ايه. قولي اديني لايك. طب يا جماعه يعني شجعوا. وده اللي دايما بقول لما مثلا حد يجي يدخل عليا يقول انا بحب كلامك، انا بحب اشوفك. طب ايه والله انا بنزل، انا موجوده. طب شجعوا، طب قولي كلمه حلوه. تحسي ان الناس دايما ما عندهاش ثقافه الكلمه الحلوه. والله العظيم ما تربوش على الكلمه. لا على فكره دي ثقافه، انا اكتشفت انها ثقافه صدقيني. بصي انا بعلم ولادي دايما اقول لهم ايه لما يبقى في حاجه هم مثلا حلوه بيعملوها، اقول لها ياه حلوه قوي، انت ازاي عملتي كده، ياه مش عارف ايه. فتبتدي من وهي صغيره، حتى لو الحاجه دي ما هي حلوه قوي بالنسبه ليها، فكره ان انت تقدري حلوه بالنسبه لسنها، حلوه بالنسبه لوقتها، حلوه بالنسبه لمجهودها. فكره حلوه قوي ليه؟ لا ما هو حلوه قوي بالنسبه ان انت مبتدئه. على فكره عادي اللي هو تلاقي واحده تانية على النقيض بقى، على فكره عادي خالص يعني. في ناس بتعمل عملت انت عامله ايه يعني عادي، ده خايب قوي. كلمه بتفرق. لما تيجي تديها كلمه تشجيع تبتدي هي بقى ايه ده انا بعمل حاجه، احساس البني ادم بنفسه. قول كلمه يعني، قولوا كلمه يا جماعه. الواحد لما بيبقى عارف نفسه بيتصور. انا بنزل الفيديوهات بتاعتي دي كان فيها حتت غبيه مني، بس اللي هو لا هنزلها عادي على فكره ومش خايفه يعني. كان فيها وانا بكلمك ورايحه كده، لان انا في العادي ببقى